جيدة. الحقيقة أيضا عندما جاء إلى شرم الشيخ هو أيضا أثنى كثيرا على السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهنا لابد أن نتوقف عن جاهزية مصر. لولا جاهزية مصر لما أقيمت هذه القمة، ولا أتحدث فقط عن الجانب اللوجستي ولكن الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي الذي تحظى به مصر الآن هو كان مناسب جدا، وكان من حظ أشقائنا في غزة أن تحظى بجارة مستقرة سياسيا لديها القوة ولديها الثقل في المحافل الدولية أنها تقيم مثل هذه القمة، وأن يتم مضي أو تمرير هذه الاتفاقية بالأمس. الحقيقة أن الدولة المصرية وشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلقى بثقل أو لديها ثقل كبير عند كل هذه القادة. لم يمر بضعة أيام عن إعلان هذه القمة، ولكن كل القادة والزعماء والملوك لبوا الدعوة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو احترام في البداية لشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية، ثم رغبة منهم بعد ذلك في حل طبعا القضية الفلسطينية وفي إحلال السلام. ولكن جاهزية الدولة المصرية والمقومات التي تنعم بها هي التي جعلتها دولة مناسبة جدا أن تكون هي اللي تحل القضية الفلسطينية ونصل إلى هذه التسوية. وبالأمس يمكن كان في ثناء من دونالد ترامب لشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي ونعته بالجنرال، وأيضا قال وعقب حتى على نسب الجريمة في الدولة المصرية وقال إنها منخفضة تماما. وبالفعل قال أن الدولة المصرية طلب ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون عضوا في مجلس السلام الذي تحدثت مع حضرتك منذ دقائق عنه. نعم. طيب أتوقف قليلا عند